بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده في بودكاست في المقص وحلقه جديده احمد شعبان شيفو. حبيبي يا لوم، الراجل ده اهلاوي متعصب، دي كلمه قليله جنبي. فتعالوا بينا بقى نشوف النهارده في كرسي في المقص هيعمل ايه. ابو حميد حبيبي يا لوم، ايه الاخبار؟ الحمد لله. جاهز في تمام. المقص؟ انا جاهز يا باشا. اسئلتنا خفيفه وسهله سهل. زي ما شفت في الحلقات اللي فاتت. تحب نبدا ازاي؟ ابدا زي ما انت عايز، نبدا بنفس اللي انت ماشي عليه. اعمل لي بس اي حاجه. مبسوط ان انت عامل حاجه تبقى وسط الناس، دي اول حاجه. يا رب ان شاء الله هنبقى من احنا اللي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. تعالى بقى ندخل كده كارت لقطه اللي فيه الاسئله ايه الرايقه، الحاجات البسيطه. ودي يا باشا. دلوقتي اول سؤال معانا في الكارت لقطه بيقول لك يا كابتن احمد، ولا تحب اقول لك يا شيفو زي زمان؟ شيف. لو انت مدرب اه وليك ان انت تختار 5 من نجوم الاهلي والزمالك تلعب بيهم ماتش خماسي، مين هلعب بالحريفه بس. مين بقى الحريفه اللي من وجهه نظرك اللي انت تاخده؟ انا هحط الحضري جون، هحطه قدام حسام غالي كابتن. هلعب بابو تريكه، هلعب بحازم امام، بتاعتك هلعب كابتن محمود حسين. راح تاخد كاس العالم كده مش انت عايز خماسي؟ ده 5-2. 5-7 ليه؟ التشكيله دي من وجهه نظري انا، الحضري راجل عمل تاريخ كبير جدا طبعا. لمنتخب مصر، راجل بيلعب برجله كويس. حسام غالي لعب في الحته بتاعت الليبرودات وبتاعت اخر الملعب، وان هو يطلع لقدام عملها كتير. حسام غالي من الناس الدريبلينج الهايلين. مش هتكلم على ابو تريكه كتير. حازم امام برضه اسطوره. حازم امام دريبلينج حاجه رهيبه، ومن الناس اللي ما خدتش حقها. انا شايف ان حازم امام من الناس اللي ما خدتش حقها من جمهور الزمالك. حازم امام انا شايف من رايي ان هو اسطوره الزمالك، واللي شاف حازم امام في الزمالك حظه حلو جدا، واللي ما شافش حازم امام حظه وحش جدا. وجهه نظرك تختار على كرسي في المقص تبادل الاراء للاستفاده، وعلشان الجيل اللي طالع يبقى عارف ان انا مثلا واحد اهلاوي بحب حازم محمد يحيى الحريه امام، انا حافظ اسمه. انت مثلا دلوقتي لو جيت ابو تريكه تقول يا عم ده ابو تريكه بقى، بلا ابو تريكه بقى، مش عارف ده في قطر وي وكل الكلام ده. انا نفسي ان الشباب اللي طالع دلوقتي يشيل من جواه حته ان انا زملكاوي فانا ما اتفرجش على الاهلي او ما احبش حد من الاهلي. اهلاوي لا يا عم، زمالك ايه ده، الزمالك احنا بنخسره وبنعمل. لا، انا نفسي ده يتشال علشان لما نيجي نتفرج على منتخب مصر نرجع ل 2006 و8 و10 كله بيتكاتف مع بعضه، كله ورا المنتخب. 2006 كان مدرب المنتخب كان حسن شحاته. 3 نسخ اللي انا كانت فيهم دول حتى حسن شحاته 90% من التشكيل الاساسي كان لعيبه الاهلي، ومطعمين ببعض لعيبه الزمالك. مش مطعمين بلعيبه الزمالك بس، كان في حسني عبد ربه، كان في هاني سعيد، كان هو كان القوام الاساسي الاهلي. بس لما بتيجي تعمل تغيير فبتلاقي ايه، لعيبه الاهلي بتقل وبيدخل مكانهم ناس برضه خبره في الحته ديت، مش اي كلام. انا قصدي ان حته التعصب اللي احنا بنتكلم فيها ما كانتش موجوده بالشكل بتاع دلوقتي. دلوقتي الدنيا اتفتحت والسوشيال ميديا بقى فيه لجان بتوجه الناس. في وقت من الاوقات حسني عبد ربه، عمرو زكي، ورهيم سعيد في الدفاع، وهاني سعيد خلاص اتعشت على كده، والباقي كان لعيبه الاهلي. وما كانش فيه التعصب بتاع دلوقتي. ما كانش فيه زملكاوي بيطلع يقول لك هو فين شيكابالا، ما كانش حد بيطلع يقول لك هو فين. ما خدش الحليم علي، مع الحليم علي كان موجود وكان تالت، والهداف تريكي في الزمالك وكان موجود وما كانش بيطلع يقول لك انا اللي كان بيتكلم ساعتها. اللي انا فاكره كان ميدو هو رقم واحد بالنسبه لنا احنا كراجل عالمي وبيلعب عشان عالمي وبيلعب بره. انما لما كده مثلا محمد زيدان جه فرق مع المنتخب جدا. هنتكلم على فتره محمد زيدان وميدو، دي محتاجه ان احنا نقف عندها كتير. ميدو راجل بالنسبه لنا احنا او بالنسبه للجيل بتاعنا، احنا ما كناش نعرف اجوان يا جماعه، ما كناش نعرف الكلام دوت غير القناه الثانيه كانت في الملعب. كانت في الملعب وفقره المحترفين نص ساعه كده في اخر البرنامج كمان، مش اكتر من كده. لكن دلوقتي سهل جدا تعمل كده. محمد صلاح تجيب كل جوان وكل تاريخه وهو قاعد في البيت وهو كل حاجه. لكن محمد زيدان من الناس اللي كانت اثرت من اول ماتش. وانا افتكر محمد زيدان اول ماتش ليه مع المنتخب جاب جون وابدع. مش لما كان عامل الكرة هنا وحرف الزد هنا وعمل الستارز كده، فهو كان كاريزما. كان محمد زيدان من الناس اللي فعلا اثرت في منتخب مصر. حريف، راجل ملتزم. فانا شايف ان الفتره بتاعت 2006 دي فتره ذهبيه يعني. 6 و8 اكتر فتره، و8 بالذات احلى كوره لعبناها في حياتنا كانت في 8. انا بستمتع بقى ب10 اكتر، عارف ليه؟ علشان غلبنا الجزائر بعد الماتش السودان وبعد الماتش اللي كان كان فعلا اللي هو ايه،
الانتقام بقى، انت ازاي عملت معايا كده في مدرمان ومش عارف ايه، فانا جاي هشيلك يا انا يا انت. هي اوحش حاجه في 2010 لما ابو تريكه ما كانش موجود. ابو تريكه كان لعيب في لمسه خاصه، زيدان مصر. محمد ابو تريكه برضه من الناس بعيد عن الاهلي وزمالك. محمد ابو تريكه لعب في الاهلي عنده 26 سنه. محمد ابو تريكه زي ما الناس كلها بتقول من الناس مقربين جدا ليه. محمد ابو تريكه الترسانه غير محمد ابو تريكه الاهلي. محمد ابو تريكه الترسانه 20% هو محمد ابو تريكه الاهلي، بس ما كانش باين. محمد ابو تريكه لما جه الاهلي الجمهور طبعا دعوا عليه طبعا، بس محمد ابو تريكه ما خدش منه ال 100%. لا مش عايزين. طبعا تريكه كان دخل المنتخب كذا مره وكان بيستبعد عادي. بالظبط. محمد ابو تريكه يا جماعه كان مع محسن صالح في 2002 اعتقد، يعني لو ما كانش خد التاريخ كان في 2002 واستبعد، ورحنا تونس طلعنا من اول 3 ماتشات وخرجنا. تعال نخش بقى على سؤال تاني، وده اخر سؤال في الكارت الاحمر. يلا وحاجه كده ايه في الخفيف منه برضه. يلا. لو انا وانت دلوقتي في اسبانيا ومعانا التيكتات بتاعت الكلاسيكو، حلو. وفي نفس الوقت ماتش الاهلي والزمالك، الكلاسيكو بتاعنا بقى، تتفرج على مين؟ على شرط اسبانيا ريال وبرشلونه، انت في الملعب ماشي، وانت برضه في اسبانيا هتتفرج على الاهلي والزمالك على التلفزيون، تحضر انهي؟ تمام. تتفرج على مين؟ لا انا هحضر طبعا التيكت. انت اللي عازمني؟ مش مشكله، جايتها دعوه من تركي. طبعا هحضر ريال مدريد وبرشلونه، بس في هيحضروا لوحده علشان انا مش يعني مش هتفرج على مدريد وبرشلونه والاهلي والزمالك بيلعبوا، انا هتفرج على الاهلي في الفندق وهو هيحكي لي. لا انا هتفرج على الاهلي على ريال مدريد وبرشلونه في الملعب، بما ان هي ممكن تكون مره في التاريخ فانا مش تبقى مره كده خلاص. لا هتفرج على الماتش الاهلي والزمالك، هسمعه، هحط السماعات وداني وهشغل على التليفون وهم يلعبوا براحتهم، وقت ما يحصل جون بقى ولا يحصل اي حاجه انا هتفرج معاك في الاستاد معاك. يعني زي هو برضه هيتفرج، هيبقى متابع الماتش بتاع الاهلي والزمالك اهم. لا انا اهلاوي. انا عارف. انا اهلاوي، انا مش ريال مدريد. انا ممكن اقول للجمهور، انا مش برشلونه. ممكن اقول للجمهور يعني انت اهلاوي الاهلي درجه؟ ماشي. ولادك اسمهم ايه؟ علي صالح حسين. صالح وسليم، بتخيلوا ده هيبقى عامل ازاي؟ ندخل دلوقتي على الكارت الاصفر. الكارت الاصفر دايما بيبقى ايه؟ في سن السخونه. هنشوف. تقدر تقول لي ايه الفرق بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك في الضغط على اللعيبه وقت الماتش في المباريات المهمه؟ وهل الجمهور هو اللي بيحسم الفوز ولا الدكه المدير الفني يعني، ولا ال11 اللي في الملعب؟ تمام. بنتكلم في الماتشات حساسه، ما هي افريقيا مثلا هتحط جنبيها على طول بلس 90. ماشي. مفيش بلس 90 في العالم، وانا متاكد مليون في الميه مفيش بلس 90 زي الاهلي. هات لي فرقه في العالم كلها عملت البلس 90 في العالم. محدش عمل الرقم اللي احنا حققناه في الحته دي. انا ولا سرشت ولا عملت، بس انا متاكد مليون في الميه ان الاهلي عمل ريكورد. الموضوع في الضغط الجماهيري على اللعيبه. هقول لك الفرق. الاهلي جمهوره قاعد مساند في اي وقت من الاوقات. الاهلي يجيبون دلوقتي مؤخرا وسام ابو علي في نهائي ده اخر ثانيه وخلصنا الدوري والموضوع خلص. طلعت من على الخط الجون ياسر ابراهيم، رجعت على طول وسام ابو علي خلص الدوري. حصل. وكان اسمه دوري ياسر وإمام، صح كده؟ طيب الزمالك مع احترامي طبعا شديد الزمالك، هو خلص ماتشات كتير بس مش في بلس 90 وقليل. يعني قليل او مش عارف يعني مش كتير زي يعني يمكن يعني ما حصلتش بالظبط. فضغط الاهلي، ضغط الجماهير على الاهلي بيبقى مش ضغط، هو بيبقى حماس وبيبقى تشجيع وبيبقى انت بتديله يعني عارف انت لما بيكون في حد عيان وانت بتديله صدمات كهربائيه. فالاهلي لو نايم الاهلي بيصحي الجمهور، بيصحيه اسلام. انا دوت فاهمه جدا. انا حضرت مثلا ماتش الكونفدراليه، نهائي الكونفدراليه بتاع كل مبنيات. انا كنت في قلب الملعب، وكنت قاعد في مكان مميز جدا. تشوف الجماهير بالتيفو اللي كان معمول الكره للجماهير بكل دوت، انت مبقاش عندك دم لو انت لعيب وما نزلتش كسبت. احنا طول الماتش قاعدين المدرجات بتترك. بالظبط. فالملعب تحت بقى عامل ازاي؟ بالظبط. دي من سمات جمهور النادي الاهلي، من سماته ومن الحاجات اللي نازله. ده اوبشن عنده، ده اوبشن داخل جوه جمهور النادي الاهلي. جمهور الزمالك مع احترامي ليه طبعا
يعني جمهور الزمالك مش برضه، ده مش نادي قليل، ده نادي، ده هو ده القطب التاني. جمهور الزمالك دايما من وجهه نظري، مش عايز حد يزعل مني، بس جمهور الزمالك بيبقى عايز الحكم يصفر، عايز الحكم يصفر لانه هو متاكد ان الزمالك هيتعادل دلوقتي او هيتغلب دلوقتي. ده الفرق. ده اللي انا شايفه اسلام، إن مش عايز حد يزعل، بس دي حقيقه، ومش عايز افكر الناس بحاجه. افكرك، انا افكرهم، مش مشكله. الزمالك كان بيبقى كسبان، شيكابالا بينزل، ايه كان بيحصل؟ مش عايز اروح للحته ديت، بس مش عايز اتكلم على شيكابالا كتير، لان شيكابالا برضو زي بوتريكا محتاج برضو ان احنا نتكلم عليه حلقه، بس حلقه هتبقى مختلفه خالص عن حلقه بوتريكا طبعا. يعني اتمنى ان شيكابالا شويه يراجع نفسه في شويه حاجات هو عملها، ويخلينا فعلا نحب، نخلينا فعلا ان احنا ما نصدقش اللي هو كان بيحصل مع ان هو حصل. بس اقول لك على حاجه خلتني شيكابالا ما فكرش ان انا اسوق مع الجمهور في اي حاجه كان بتحصل. موقف شيكابالا مع جمهور الاهلي في 2012 في السوق، لا ماتش كانت الامارات. حادثه. لا دي طبعا دي حاجه تتحسب له طبعا. هي دي اهو، معلش، مين من الزمالك اللي جه النادي الاهلي وكان واقف مع الاداره ومع اللعيبه كانه واحد منهم؟ لا ده هما اتنين اللي انا فاكرهم، ده موقف إنساني. شيكابالا وعمر جابر. مظبوط، ده موقف انساني عمرنا كجمهور الاهلي مش هينساهوش. طبعا انتوا موقف انساني. ما هو كان ممكن يقول يا عم دول بيغلطوا فيا، في ناس من اللي راحت ديت او كانت اللي موجوده في الاستاد كانوا بيسفوا عليا وبيشتموني، ما انا ممكن ما اروحش وخلاص. شيكابالا الفتره ديت كان بيتهيألي يعني كان الضغوطات اقل من الفتره اللي بعد كده شويه، بس انا مش عارف شيكابالا في مشكله ما بينه وما اصل انت حضرتك دلوقتي نجم، النجم دوت مطالب ان هو يركز في الملعب بس، رميت وداني مع الجمهور هستحمل. لو انت شيكابالا رميت ودانك مع الجمهور انت هتتشتم من 1000 واحد قاعد، 2000 واحد قاعد، مش هترد على ال 2000. فده وجهه نظري، غير الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا وغير الناس اللي بتتكلم في البرامج وغير، ده هيخرجك بره تركيزك، وده خرجك بره تركيزك. شيكابالا في 2011 بتهيألي ده كان اهم موسم لشيكابالا، صح؟ اعتقد 2010 2011 2010 و2011 شيكابالا كان في المنتخب مش موجود، فدي من الحاجات اللي تؤخذ على شيكابالا ان هو كان بيرد على الجمهور. سؤال تاني في الكارت الاصفر بيقول لك: تتفق ان وجود الزمالك كخصم تقليدي للاهلي هو دوت اللي محل المنافسه؟ وجود الزمالك ووجود الاهلي يعني طبعا دول قطبين، مش قطبين مصر، دول قطبين العالم، غصب عن اي حد هم قطبين العالم، غصب عن اي حد هم قطبين العالم. خلينا نتفق ان الزمالك بأسوأ حالاته اسلام راح كسب الشباب، راح لعب مع نصر رونالدو وماني وبتاع، والزمالك كان بيلعب ما فيش حاجه خالص، والزمالك راح اتعادل. فالاهلي والزمالك اسما لا، الموضوع فيه فرق. ايوه، ما هو زي ما انت قلت الزمالك والشباب والنصر، ما شوف الاهلي عمل شوف الجوهره الحمراء في اتحاد جده بالظبط، بنزيما وكانتي وفابينيو، وقبلها الهلال وقبلها الهلال بس كان الهلال لسه ما ادعمش الصفقات الموجوده. بس هو كان طبعا مش الصفقات بتاع دلوقتي، بس هو الهلال كان في البدايه بتاعه ان هو يستخدم لعيبه من بره، فالهلال برضه كان بطل اسيا ساعتها اسلام، ما كانش حد قليل. وانا صحيح افريقيا، لا انا قصدي على الاسم بقى، ماليش دعوه. واقول لك على حاجه ما يخصنيش، اقول لك على حاجه ماليش فيه. الزمالك لو كان لاعب الهلال كان كسب، الاهلي بيدعم نفسه وبيقاوم نفسه لنفسه. طبعا الاهلي هبصص للزمالك على ان هو العدو اللدود بتاعي، طبعا ايه يعني، مش عدو ولا حاجه، بس هو خصم الخصم العنيد اللي هو بس مش هو دوت اللي هيخليني ان انا اموت نفسي عشان اخد الدوري، لا مش دي خالص، مش هي دي خالص. خليك اتكلم الشياكه، مش لازم تتنمر عليهم يعني، لا عادي. الزمالك غصب عن اي حد هو القطب الثاني في مصر وفي افريقيا وفي العرب، بس الاهلي فرق عن الزمالك كتير قوي، الجمهور فرق قوي زي ما بقول. يجي بقى يا معلم قول يا معلم. الكارت الاحمر، اللون اللي احنا بنحبه، لون فرنتنا برضه. شايف الاهلي ازاي بعد الثالث ماتش في الدوري، والنهارده عندنا بيراميدز كمان كام ساعه؟ فشايف فيوتشر، فاركو، المحله، تعادلين وفوز وحيد،
شايف ده ازاي؟ وشايف هل ده هيأثر على ماتش النهارده ولا ايه؟ الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم انا شايف ان هم 3 ماتشات سوري وحشين جدا 3 ماتشات. حتى الماتش اللي احنا كسبنا فيه احنا مش شخصيه المدرب باينه قوي ان في فوارق ما بين نجوميه المدرب ونجوميه اللاعب. ريبيرو عنده مشكله بعيدا عن الفنيات كمان، نفسيا مع اللعيبه. انا مش شايف ان هو حد حامي على الخط. يعني انا عماد النحاس كان بالنسبه لي كان بيسخن وكان بيدي بوش للعيبه، بيخليهم يلعبوا يطلعوا 100% من طاقتهم. طب انا هقول لك على حاجه، ريبيرو بما انك بتقول ان انت شايفه بارد ما عندوش انفعالات، مارسيل كولر كان بيقف كده وصوت صرصور صاحبي اخره بيبتسم وخلاص. لا بس هو جوه هو شخص تاني، جوه شخص تاني. انا قلت كده عشان انت بتقول ايه هو واقف على الخط. لا مفيش انفعالات. لا هي اصل انت تبقى جوه زي بره. لا ما ينفعش جوه زي بره. لا لكن ريبيرو اللي انا شايفه ان ريبيرو بره زي اوضه اللبس زي على الخط. ريبيرو انا شايف ان هو اقل كتير قوي من امكانيات النادي الاهلي. محتاج فايلر، محتاج موسيماني عمل واحده شامبيونز ليج بس. موسيماني لو ما عملش في تاريخه غير ان هو غلبك 5 كفايه ده علينا قوي ان احنا نجيبه مدرب. ايه رايك بقى؟ تمام مفيش مشكله. ده ليه بتفكرنا لا على فكره انا قلت لك كرسي في المقص غير. انا لسه ما سخنتش مع اذا كانوا الضيوف الزملكاويه. هو احنا بعد ال5 عملنا ايه؟ دوسنا على الطاره كلها. ما انا بقول لك اهو 5/2019 اول 5 الاهلي ياخدها من بيتسو موسيماني في بريتوريا الساعه 3 العصر. انا جيت بعديها دوست على القاره كلها. بيتسو موسيماني هو او غيره انت بتبقى محتاج الشخصيه. الراجل ده انت لو جبته وما عندوش بطوله واحده بس عنده شخصيه قياديه قويه هيمشي الاهلي زي الاهلي. عايزين مدرب ده مش نافع يا بيبو والنبي مدرب محترم. فصيل عماد النحاس جينا كارت الاسود عشان السخونيه. هو لحد دلوقتي من وجهه نظري ان مفيش حاجه سخنه، بس ده ايه بستدرك بس الناس الاول. بيراميدز في 29 في كاس العالم. لو كانوا ليه نادي اسمه بيراميدز ليه؟ يعني بيراميدز نادي استثماري. اوكي ممكن صاحبه يجي بكره يقول لك السلام عليكم انا مع السلامه انا ماشي. مستحيل تحصل قبل كاس العالم 29. انا معاك وهيدعم قوي جدا في كاس العالم. بس فلوس الامارات هتحضر. بيراميدز خلي بالك بطوله افريقيا اللي خدها السنه دي انا شايف يعني هو 90% حماس اللعيبه. طبعا مفيش جمهور، هو حماس اللعيبه زي الضخ الفلوس اللي اتحط خلى يبقى عندهم ان هم عايزين ياخدوا بطوله افريقيا. بس انا شايف اول كاس عالم هيلعبها بيراميدز انا شايف ان هي هتبقى لا صعبه جدا. بيراميدز في 29 عشان نتكلم بقى فعلا لوجيك يعني 29 مش هيبقى بيراميدز ده خالص. السكواد اللي موجود دلوقتي ده مش هو هيبقى خالص. كله هيكون مع السلامه. بيراميدز في 29 هو تركي هيرجع تاني. فانا متوقع ان بيراميدز في كاس العالم هو هيدعم وهيملى الفريق بتاعه باقصى حاجه عنده. بس هندخل من الدور الاول وندخل على الكارت السبيشال. يلا تعالوا نشوف بيقول ايه. بيراميدز بما انه خد بطوله افريقيا السنه دي. بيراميدز اللي هيلعبوا كمان شويه. تمام. بما ان بيراميدز بطل افريقيا النسخه الاخيره وهيلعب انتر كونتيننتال. تمام. شايف ممكن يوصل لفين؟ ولو وصل للنهائي يبقى لعب في مين؟ اداره اهلي، لاعيبه اهلي، مدرب اهلي. وصل لنهائي كاس العالم كونتيننتال. انتر كونتيننتال. اوكي تمام ماشي تمام. انت عايز توقعات يعني؟ عايز توقعات. توقعاتي الحمد لله هي يعني انا في وسط اللي عارفيني انا توقعاتي بتبقى لحد ما يعني ساعات بتزيد يعني الحمد لله ده كرم يعني. هستنى كومنتاتكم تقولوا لي بجد الكلام ده ولا اي كلام. بيراميدز الماتش الاولاني هيبقى بالنسبه له لحد ما سهل. اي حد هيجي القاهره هيخسر. لا معلش اقف عندك. انت العين جالك عشان انت تصنيفك اعلى منه. انما بيراميدز تصنيفها ايه جنب اهلي جده مثلا؟ انا بتكلم على ان هو هيلعب في مصر. اصل انت في الاول والاخر احنا مش هنعمل زي الناس التانية اللي تقول لك ده مش نادي مصري. لا انا مقصود انا لما ماليش دعوه دلوقتي نادي مصري ولا نادي اماراتي ما بتكلمش في دي. ماشي. اتكلم انت تصنيفك كان اعلى من العين. عشان كده العين هي اللي جات لك. انما لو العين تصنيفها اعلى منك انت اللي كنت رحت. بس انت عندك برضو اسلام الملعب
والاجواء في مصر هتبقى مختلفه. ده رايي. يعني انت دلوقتي قصدك ان جمهور الزمالك هيساند بيراميدز في الاستاد؟ ده اكيد، ده كده كده. طب جمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي في انتر كونتيننتال ده هيتغلب السنه دي. واحنا مش موجودين فيه. والله على حسب العلاقه ما بين الزمالك والبيراميدز شكلها عامله ازاي. السنه اللي فاتت انا يوم كنت اشجع بيراميدز في وقت من الاوقات، اي حاجه كان اللي هو كان بيلعب فيه انا ما شجعتوش في نهائي افريقيا، لان انا عارف القصه اللي حصلت ما بينه وبين الزمالك. فدي هترجع بقى للعلاقه ما بين الزمالك وبيراميدز شكلها عامله ازاي. هل في تواطؤ على الاهلي؟ في تواطؤ على الاهلي. انا سلام عليكم انا مش هشجعك. مشيت فير والله هتلاقي الاستاد كله قسما بالله اهلي. مصدقك جدا. بس عشان تبقى انت، عشان نربط القصه ببعض، الاهلي والاسماعيلي مفيش اكتر يعني معروفه، يعني الموضوع شكل عامل زي الاهلي والاسماعيلي. عندنا الاسماعيلي، عارفين ان الاسماعيلي، وانت عارف طبعا وادرى مني بكتير، ان الاسماعيلي اول فرقه خدت بطوله افريقيا. طب الماتش كان بيتلعب فين؟ كان بيتلعب في القاهره والاستاد كان كله متقفل. هل الجمهور كله كان جاي من الاسماعيليه؟ لا، 90% هتلاقي جمهور الاهلي والزمالك، وطبعا جمهور الاهلي برضه كان هيبقى اكتر. بس هقول لك على حاجه، الاسماعيلي فرقه جماهيريه. فالاسماعيلي مش هيملى استاد القاهره. ثانيه واحده برضه معلش. انا اعترض معاك في ده. الاسماعيلي فرقه جماهيريه، خليها في مدينه اسماعيليه كامله ممكن كانت تيجي ماتش عادي. تمام. انه يتلعب في القاهره، القاهره هي معقل الاهلي والزمالك، والقاهره اكبر من استاد، من اي استاد تاني. تمام. كساعه جماهيريه. تمام. هل الساعه الجماهيريه دي كلها عايز تقنعني ان هو ده كان جمهور الاسماعيلي؟ اللي انا عايز اوصله بس ايه، انا ممكن اقول لك ان مثلا 60% جمهور اسماعيلي، 40% اهلي وزمالك. انا معاك بس اللي انا عايز اوصله لك ايه، الزمالك طبعا الاسماعيلي فرقه اصلا اوريدي كده شعبيه وليها جمهورها. بس اللي انا عايز اوصله لك ان وجود بيراميدز في بطوله كبيره، لو علاقته كويسه بالنادي الاهلي احنا هنسانده، احنا هنملى له الملعب. لكن اللي حصل السنه اللي فاتت والحاجات اللي حصلت السنه اللي فاتت اللي كل الناس عارفاها، هنشجعك وهنبقى معاكم. ما بقتش مع الاهلي، مع نفسك. خلي بقى جمهور الزمالك يشجعك. والله يا شيفو حلقه حلوه حبيبي. انا مش عايز تخلص. انت عندك حاجه عايز تضيفها ولا شايف ايه؟ انا اشكرك، بس انا مش عايز حد اولا مش عايز حد من اصحابي يزعل مني من كلام اللي هم ثلاث ارباعهم زملكاويه. احنا كلنا كده. فانا كلمتك بمنتهى الامانه، وفي حاجات كتير جدا ما رضيناش نتكلم فيها ونخش فيها على نجوم المفروض ان هم اساطير نادي الزمالك، ما رضيناش ان احنا نتكلم. حصل. فانا مبسوط جدا ان انا كنت معاك، وربنا يوفقك، وان شاء الله باذن الله الحلقات الجايه هتبقى احسن من دي بكتير باذن الله. وانت اضافه لكل اي مكان انت هتبقى موجود فيه. اسلام حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا اسلام. نورتني وشرفتني وكانت حلقه جميله. حبيبي يا اسلام. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي احمد عمل ايه في المقص؟ كان فير ولا كان غير؟ استنوني في حلقه جديده وضيف جديد، وشوف اكتب لي كومنت يمكن تبقى ضيف الحلقه الجايه.